المحافل الأدبية. إعداد وتقديم عمرو الشامي. أيها السادة، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم من المحافل الأدبية. هل توجد فكرة واحدة وحيدة يدور حولها المنتج الشعري، ومن ثم لا يتعلق الأمر بالمضمون وحده، إنما يتعدى إلى الشكل وليس النوع؟ لكن الشكل قد يتضمن الشكل الطباعي، وهو ما يتيح للمبدع أن يخلخل كل هذه المنظومة التي تحدثنا عنها إذا غير أحد أطرافها. الدكتور صديق عطية يقدم في ديوانه الجديد شجر الحزن تجربة مهمة تعتمد على وجود صوتين في ديوانه، ومن ثم ليس لديوانه محور واحد، إنما هو توازن بين صوتين وربما جدل، مما يجعل مستويات التلقي مفتوحة على تأويلات شتى تخرج بالقصيدة من عالم الصوت الواحد إلى عالم وفضاء التعددية. نوقش الديوان بقصر ثقافة بهتين، هو مكان جدير بالاهتمام يقع في قلب كثافة سكانية كبيرة، والتركيز على هذا القصر وعلى غيره من قصور الثقافة ليس طرفا، بل هو الطريق لتأهيل المواطن طفلا وشابا وكهلا وشيخا، وإكسابه المعرفة والمهارات اللازمة في عالم يتطلب التميز والقوة وامتلاك المعرفة. قدم المناقشة الكاتب عبد الناصر أحمد، ثم قرأ الدكتور صديق عطية مختارات من ديوانه. لليوم الثاني رغيف الشمس الأحمر يودعنا في واد ذي بشر وزروع من دون قلوب. لليوم الثاني لم نطعم إلا ما تجرعه أنوف من طيب طعوم الجيران يهربه إشفاق نوافذهم. لليوم الثاني تغزو بطون صغارك حيات الجوع لها بالبطن، وبالأوردة دبيب الموت. ارتعت لهم وعليهم حين تملكني الإشفاق اختنت حيائي وماء العزة في أوردتي، ودفعت بأصغر أبنائك لأخيك الأصغر حتى يطلب دمع الوهن يلح لسان الذل عليه بما نخطات به. فتح الباب، كان أخوك إلى مائدة طعام وقبالته الزوجة. رغم حداثة سن وليدك كان الخجل يدل الرأس بصوت عيي: عمي لم أمسك كسرة خبز من يومين. وصمت حتى يتهجأ أخوك بجهد ما يحتشد بعين الزوجة من كلمات، حتى يقرأ خائنة الأحداث. وقف وليدك يتصبب إعياء ترتعد قواه، وحين تجمدت الكلمات بوجه العم انسحب صغيرك متشحا بذهول ودوار، وأتى يسبقه بكاؤه: يا أمي لم يمنحني العم المال لكي نبتاع طعاما، لم تتحرك كفاه، عميت عن بعض الألوان أمامه كي تطعمني مما يطعم، لم تبصر أذن العم فحيح الإعياء وشوق لعابي لكي تطعمني مما يطعم، صمت عين العم فلم تر همسا في عيني استرحم شيئا فيه لكي يطعمني مما يطعم، واختلط عويل صغيرك بنحيب إخوته ونشيجي، وصرخت بهم: لا أعمام منذ الآن، ولا تقتربوا أبدا من داره. صاح صغيرك: لا أعمام، لا أقربها الدار. أجل يا بعضا مني، ألست تؤكد أن العم أصم أبكم أعمى منزوع الإحساس؟ هذه أوصاف ليست إلا في الأحجار، وربك حرم أن نتمسح بالأحجار. هامش للمقطع: فإن صح
فيك افتقار إليه فقد صح منك غناء به، فاحترز من غنى ميت كي تموت غنيا، وصن كنزك الحر حفظا لسر ورسما لدرب وقربى بها علة الجذب لك، فأنت غني متى سجل اسمك في مجلس الله، فانظر بنفسك كيف تكون معه، فما عنك أخر رفق الغني ولحظ العباد سوى حكمة في ترقيك صبرا وأنك في عينه بالبلاء مراد. مقطع 14 صفحة 43. منذ نحيب وبكاء مر غادرنا الخصب أخوك كريح لا يخصبها الطل، كنت هممت كما علمني بيت أبي بقراه كضيف لا تألفنا العمر خطاه، فجمدت في دمائي بجنيهات 10 تبصقها يمناه على طاولة الشاي، فيبت في الخوف، لكن طفلك ظل بعين تسترحمني، استنفر عزا يتغشاه الذل، وقفت هدرت فأي قلوب المخلوقات تعيش، أخبئ وجهك في معطفك، ولم لما أمطرت علينا عن عامين اقتضيا فينا إيناسا للجوع، وصبرا عن كفيك كفانا، إن تفزعك ضيوف أخيك استلم القبلة، وادعو الله بأن يرحمك يفجر فيك دماء وفؤادا إنسانا. الهامش: إذا يستوي قاتل وقتيل بعينيك تفهم، فأنت نسيب إلى كل ذنب، وأنت بريء ومستخلف إن برئت، عليك إذن أن يراك الجميع على ما أقاموا، ولست على ما أقاموا أقمت، انصرن إذا ما خذلت، وطهر ظنونك في كل حال، فحسن الظنون يقيمك إن وحد القلب ضدي فزت، فإني الجمال وإني الجلال فلا رحمة تستمد ولا غضة تستبد إذا ما جمعت، وإلا متى الكل عن علمهم لا تقل قد صرفت، فهم خلفاء بعلم أجزت، وأنت الخليفة بي وبما قد رأيت. شكرا. شجر الحزن ديوان لو قرأناه بصوتين فلن نقول عنه إنه عمل اجتماعي وصرخة ضد الظلم والفقر وسعي لاسترداد الإنسان بحقه في هذا العالم، لكنه كذلك سعي للوقوف على الحقيقة، هذه المراوغة التي تتبدى في وجوه كثيرة معقدة أشد التعقيد بساطة تشمل الوجود بأسره، لكن السؤال الذي يطرح نفسه مبكرا هو إلى أي مدى يمكن رصد الجدل بين الصوتين؟ بمعنى آخر، هل الصوتان متعالقان أم يمكن قراءة كل صوت على حدة؟ الكلمة للقاس الأستاذ سمير فوزي. قراءة بعنوان الأرواح منكسرة، قراءة في ديوان شجر الخوف لصديق عطية. كثيرة هي النصوص الشعرية التي تواترت عبر التاريخ الشعري وتناولت ألم الإنسان ومعاناته وصراعه من أجل البقاء، منذ أن امتلك الإنسان القدرة على التعبير ويدور حول ذاته وعلاقتها بكل ما حولها. لحظات الشقاء هي الأكثر إغراء للكتابة وليست لحظات الانتصار أو السعادة. معاناة الإنسان هي أكثر مؤرخ الشعراء والمبدعين على مر التاريخ تعبروا عنها وظلت خالدة بصدقها لقرون طويلة. جاء ديوان شجر الأحزان لصديق عطية ليجعل من وضع الإنسان المعاصر مشروعه الإبداعي. من اللحظة الأولى يأخذك الشاعر لمدينة مظلمة أهلها حزانة بائسون ينهش الليل نفوسهم المنكسرة، يسيج الشاعر بكلماته أصوارا من الأسى والمرارة، فيقول: يا ليلا ينهش نفسي فالراس كأشباح العتمة والأحزان والخوف الجوع الندم الآه، منتصبون يسدون علينا الأبواب. من القصيدة رقم 7. وإن كنت شخصيا لا أفضل العناوين الكاشفة المباشرة الشارحة للمضامين، إلا أنني استحسنت عنوان هذا الديوان الذي كان ضرورة في ظل خلو الديوان كله من عناوين داخلية. القصائد جاءت أشبه بنقلات فنية داخل الجو النفسي الواعي.
الذي يجمعها وتتحرك داخله رؤية الشاعر لقضية الإنسانية صعودا وهبوطا وفقا للتجربة والخبرة الحياتية والهم الإنساني. ديوان شجر الأحزان لصديق عطية كما رأيته يكاد يكون قصيدة واحدة ممتدة ومتشعبة لقضية واحدة ترصد ذاتا إنسانية معاصرة بمعاناتها وأوجاعها وأحلامها وإحباطاتها. من اللحظة الأولى تشعر أنك بالفعل أمام شجرات متجاورة للحزن تشكل غابة كثيفة من الأحزان والانتصارات المتتالية والمتجاورة، فكل قصيدة في الديوان هي شجرة حزينة. من اللحظة الأولى ستجد نفسك في عالم حزين يعشش فيه الأسى والبؤس. تعرف من العنوان الكاشف أنك لن تخرج سعيدا، عليك أن لا تحلم بالبهجة. وبالفعل نادرا ما تجد داخل الديوان نصا واحدا يحوي مفردة واحدة تشي بالبهجة. أستطيع القول أن مدينة صديق عطية في ديوان شجر الحزن ليس فيها رجلا سعيدا. يذكرني ديوان شجر الحزن برواية بديعة لكاتب عظيم لم يحرز حقه المشروع هو عبد الحكيم قاسم وروايته قدر الغرف المفضلة. في هذه الرواية يدخلك قاسم إلى غرفة ضيقة مظلمة ويخرج منها إلى زنزانة ثم قبر، تخرج في النهاية مثله مقهورا كئيبا ساخطا على واقع كابوسي يستفزك إلى رد هذا الواقع والتمرد عليه وربما الثورة ضده دون أن يدعوك مباشرة إلى ذلك. هذا ما فعله صديق عطية في ديوان شجر الحزن، دخلنا معه عالما مظلما قبيحا وتركنا داخله. ومضى الشعر كما قلت عناوينا لقصائده واكتفى بترقيمها، فليوجد عنوان واحد أصلي أو فرعي. مثل هذه النوعية من الكتابة التي تحصل نفسها في غرفة واحدة مظلمة ثم ترسل لنا مفردات هذا الظلام في ديوان كامل تمثل تحديا شرسا للمبدع وتحتاج إلى قدرات ومهارات خاصة لا تتوفر للكثيرين. أخطر هذه التحديات على الإطلاق هي القاموس اللغوي الذي يمكنه من الانتقال داخل نفس الحالة من الوقوع في التكرار وإصابة المترتب بالملل والرتاب. والحقيقة أن شاعرنا نجح نجاحا مبهرا وملفتا للنظر في ذلك، رغم أن الجو النفسي على مدار الديوان بالكامل ينحصر في عالم ضيق جدا، إلا أنني عندما حاولت البحث عن مفردات الحزن المقررة داخل الديوان بالكامل لم أجد مفردة واحدة مقررة باستثناء مفردة وحدي في القصائد الأولى. لا معنى لذلك إلا أن الكاتب لديه ثراء لغوي ورصيد ضخم من المفردات التي تمكنه من الانتقال داخل نفس الحالة بسهولة ويستطيع عطية في ديوان شجر الحزن لا يدعي لا تعنيه كثيرا الزخارف الفنية على حساب الرؤية الموضوعية، لا تأثره كثيرا الصورة الشعرية بصورتها التي أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الشعراء المعاصرين على حساب المشروع الفكري للمبدع. ما زلنا بقصر ثقافة بهتين نواصل تقديم المناقشة النقدية لديوان شجر الحزن للشاعر الدكتور صديق عطية. لابد من أن نقول إن هذا المكان نقصد به بهتين به عدد من المبدعين المهمين، وإننا إن شاء الله نعدكم بمتابعة نشاط قصر ثقافة بهتين وكل الأنشطة المتميزة قدر استطاعتنا. ترتكز بنية ديوان شجر الحزن على الحكاية، فهي بنية حكائية وبنية سؤال وبحث في الوقت ذاته. هنا يمكن رصد الانتقالات بين الخاص والعام، بين الفردي والجماعي، بين الممارسات الحياتية المأزومة وأسئلة الوجود الملغز. الكلمة الآن للناقد الدكتور جمال العسكري. الديوان كتب في 2007 بالفعل أو كتب قبل 2007. الديوان نوقش قبل كده في بيت ثقافة الصف من حوالي 6 أو 7 سنين. كان بداية أو شكل مبدئي للديوان. صديق عطية دعا النقاد عشان يناقشوه. النقاد كان ليهم عدد لا بأس به من الملاحظات، ويبدو أن صديق عطية لم يرق له الأمر فقرر أن لا يكتب الشعر، وهجر كتابة الشعر لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إلى أن بدأنا نتواصل وفوجئنا أو أنا فوجئت بشكل شخصي بالجرم اللي ارتكبه صديق في حق نفسه. كان الديوان مفترض انه هيطلع زي انتوا شفتوه كده، لكن يبدو ان هو وفر على نفسه عناء
الصوت الثاني او الهامش او اختزلوا لمرحلة تالية، وكانت كان التأكيد عليه لان الديوان كده ديوان ضخم ومهم ولازم يطبع ولازم. ده بقول ليه تحديدا؟ لان احنا في السنوات الاخيرة فوجئنا بكم ضخم من الاسماء التي ترغمنا على الاستماع لشعرها وترغمنا على قراءة شعرها دون ان تعني نفسها عناء التعب والصبر على نص شعري. فكون ان صديق عطية اللي نشر 3 تجارب شعرية، 2 منهم اتنشروا في مكتبة الأسرة أظن، ومع ذلك لم يكابر ولم يطلب لنفسه أن يكون أقل من أي حد عشان يقدم له ملاحظة على شغله هو عمله. أيا كان بقى جمال العسكري، أشرف عطية، أحمد حسن، هو أكبر من أنه يوجه ليه لوم في نص هو تعب فيه. غار على نصه، غار على قيمته، اشتغل على الديوان أخذ معاه شغل تاني لغاية ما خرج. أنا ده بقوله ربما صديق يزعل مني، لكن أنا بقوله عشان من يتلكؤون على نواصي الشعر ارجعوا أماكنكم سالمين ولا ترغمون عناء الرفض. اكتبوا نصوصكم حقيقية بموهبة حقيقية ووفروا على نفسكم وعلينا عناء الأخذ والرد. دي رسالة بنوجهها لضعاف الموهبة كليل الأدوات. وقفوا مع نفسكم وقفة صادقة وصريحة وواجهوا نفسكم الحقيقة. ده كان لازم يتقال عشان أدخل لعالم الجمال. أيهما الحقيقة؟ ده السؤال المركزي في شجر الحزن اللي ارتضى صديق عطية من المفتتح، ان احنا هنبقى قدام مشكلة، قدام عالم او عالمين وربما 3 داخل الديوان. على مستوى التشكيل هتجاوب يا استاذ سمير على مساحة الهامش بشكل اطاري والسهم المتعمد الى كبد النص المتني في منطقة محددة بيشير إليها السهم. بهذا السؤال يبدأ الشاعر صديق عطية رحلة حزن شفيف، حزن ممزق بين عالمين، حزن يختصر وجود الذات الشاعرة في الآن الشعري أو الصياغة الشعرية، حيث نجدنا أمام محصلة لهذا الشعر خلال الديوان كله. وتتسع دائرة السؤال عبر التخيل الشعري لتشمل سؤال الكينونة. احنا قدام تجربة شعرية كتابيا مرسومة بالشكل ده، متن على اليمين، هامش على اليسار، سؤال بيبتدي أيهما الحقيقة؟ أيهما الحقيقة؟ هل الحقيقة هي خيال هذا الطفل؟ الذات الأولى، الذات المتألمة الواعية بمأساة هذه الأم الثكلة التي تعاني الفقر. هذا الطفل يعاصر هذه المرحلة ويحاول اختزامها خلال فترة التكوين. بمجرد ما ينضج الطفل ويصبح شاعر هيتحول السؤال إلى هل ما مر به كان حقيقيا أم أن ما مر به كان مشهدا صوريا لقاعدة في العمق أو لتيارات في العمق هي اللي تصنع المشهد ده، اللي هو غالبا الصوت الصوفي اللي على اليسار اللي بيحاول يفلسف هذا المشوار الضخم من الألم ويحلق فيه أفق أعلى من الواقع قليلا. وتتسع دائرة السؤال عبر التخيل الشعري لتشمل سؤال الكينونة، ذلك السؤال الذي تطرحه الذات الشاعرة لتعدد مستويات خطابه. احنا قلنا عندنا شاعر استحضر طفل يغرق أزمة أم 5 أولاد، دي ذات جوه الشعر. يبقى الشاعر والشاعر الضمني اللي هو، أنا استعرضت مصطلح المؤلف الضمني يا حلواني عشان ما تقولش المؤلف الضمني في الرواية بس. فالمؤلف الضمني اللي هو الشاعر الضمني ده خلق صوت اللي هو صوت الواقع، وخلق الصوت الموازي اللي هو صوت العقل اللي بيعلو على التجربة ويحاول يفلسف. فكأننا قدام 3 مستويات للخطاب. في النهاية محصلة الخطاب هي البحث عن الحقيقة عبر هذه الجدلية. والمفزع اللي هنكتشفه في مرحلة من المراحل ان انت هتبتدي تسأل نفسك هو مين الحقيقي ومين اللي مش حقيقي؟ هل واقع المأساة الأم الثكلة حقيقي والصوت الموازي هذا الصوت المتجرد الذي يعلو على عالم الشهود ويأتي من عالم الشهادة، ولا في النهاية هو
الحقيقة المتوهمة هو في الصوت الصوفي ده، وإن الواقع هو الحقيقة، فتكتشف إن الطفل اللي جاي بيفكر في ماضي، والماضي متخيل، بيستعد في لحظة حاضرة لمستقبل أكثر تخيلا وتوهما، وفي النهاية هتفاجأ بإنك قدام عالم تتوه فيه الحقيقة وتضيع. لتعدد مستويات خطابه نعم سوف يكتسي سؤال الكينونة عدة أردية كلما مضينا إلى الأمام بين ثنايا موجات الضفق الشعري. طبعا صديق قسم الديوان لمقاطع. المقطع الأول بدون عنوانات على اعتبار أن الديوان قصيدة واحدة متحدة. أنا بس وأنا بتكلم عن التشكيل هاخد عليه مؤاخذة في قراءة الهامش، لأن مش ده اللي اتفقنا عليه. فلأي الأصوات تنتسب شعرية الديوان، وهي على أقل تقدير 3 أصوات: صوت الشاعر الذي رسم خطة الديوان ومضى فيها، وصوت الشاعر الضمني وصح لنا استخدام المصطلح الذي ارتدى حلتين من الحزن، حلة هذه الأنثى أولا أو الأم التي فقدت زوجها، ثم حلة هذا الصوت الصوفي الموازي الذي دائما وأبدا يترجم صرخات الصوت الثاني ترجمة من عالم الشهادة الأعلى. وخلاصة الأمر أننا أمام جديلة استطاع الشاعر أن يظفر حصيلتها عبر السؤال الأول: أيهما الحقيقة عبر مستويي للخطاب. الحزن إذا شجر، وهو ما يعني أساس وقاعدة وتفريعات وتشابكات كثيرة. ربما تكون الأشجار حاجبة للنور، وفي الوقت نفسه الشجر حالة من الرومانسية الشفيفة، أي أن المفردة هنا تخرج من مدلولاتها المعجمية لتعطي معاني جديدة بإضافتها لمفردة الحزن وانتظامها في سياق جديد. اللغة المعجمية تشهد ميلادا جديدا عندما تخرج من الورق القديم وتكتسب وظائف ومدلولات جديدة في حقولها الجديدة. شارك في قراءة ديوان شجر الحزن الشاعر والناقد محمود الحلواني. أنا شايف إنه بالفعل في ضمني هنا أو في انتماء للرواية، ولكن مفيش استعارة لمؤلف ضمني أو لشاعر ضمني، ولكن في بنية روائية، في بنية حكائية بيتبناها الصوت الأول باستمرار. هي بنية حكائية درامية أقرب إلى الدراما التلفزيونية، وده مش شجاع ولا عيب، يعني أصله الأقرب للدراما التلفزيونية لأنها بتتعامل مع الاجتماعي. هي تهتم جدا بسرد ورصد التفاصيل الاجتماعية القريبة من هذه الأم الشكلة، تحكي عن عزبتها حكيا اجتماعيا عبر تفاصيل اجتماعية، عبر استحضار المكان وعبر استحضار الزمان وعبر استحضار شخصيات الأخوة، قساة القلوب وغلاظ القلوب، الأعمام، الأبناء، بما فيهم الابن الشاعر أيضا الذي تسامى في جزء من النص في الآخر. كان أحد منافذ الخلاص لهذه الأم أو هذه عزبات الأم هو وجود هذا الابن الأكبر الذي بدأ يمارس الفن ويتم التسامي به، وهو أحد طرفي علاقة التسامي في الديوان، وهي الفن عبر هذه الذات الشاعرة أو عبر الابن الأكبر. والمنفذ الآخر لهذا التسامي هو الجزء الشق أو الصوت الآخر اللي على الشمال، وهو السلوان أو ما أسميه أنا السلوان. عندي رؤية مزدوجة، عندي صوتين، أحدهما بيمثل الواقع القاسي الشديد والفجيع بالفقد، والآخر بيقول إنه هذا كله زائل، الفقد والفقر وكل هذا زائل، هناك ما هو دائم هو الله وهو الحق، كل ما يتصل بهذا الحق فهو دائم فلا تلتفت كثيرا. وربما أشار أيضا إلى أن الحزن باب للسلوان، باب للفرق يعني، وأيضا الخلاص من الجسد، أن الجسد شرط واقعي فبيقع عليه الفواجع والأسى، ولكن مع التخلص من هذا الجسد يمكن في الجزء الأخير من سرد هذه المرأة الكليمة يعني أو المكلومة أو
زيها مع الصوت الثاني، حينما يسقط يمرض الجسد تبدأ في التماهي مع الصوت الآخر اللي بيشير دائما إلى ما يتصل بالحق. فبين فجية الرحيل والسلوان، بين الاجتماعي والواقعي والإشراقي الصوفي الإلهي. حبيت أقول جملة في الأول كده: ضحك البدر علينا في ثنيات الديوان، ضحك الصديق علينا في ثنيات الديوان، لأني في الحقيقة أنا شخصيا يعني أرى أنه لا علاقة ما بين الصوتين. يعني من الممكن أن أقرأ هذا الديوان بصوته الأول فقط وأبتر الصوت الآخر ويبقى مع عمل منفصل تماما، ومن الممكن أن أقرأ الصوت الثاني منفصلا أيضا وأبقى قدام عمل متكامل. هذا عمل إشراقي بيقوم على التجريد والتعالي والتسامي على الواقع وعلى الاجتماعي، ينتمي للتصوف. ويمكن قراءة الصوت الأول، صوت المرأة وصوت الأم اللي هو بيستعيره، وده واضح جدا. هو قالوا في الحقيقة في المقدمة إلى أمي العظيمة، يعني مسائل لا تحتاج إلى كثير تأويل، التي رغم القهر سكبت في حنانها وأحلامها المجنحة، فاستعرت ضميرها أجسد به بعضا من عذاباتها. فهنا إرسال شاعرة استعارت صوت الأم في الحقيقة، ولم تكن هناك مؤلف ضمني. الأم هي اللي تسرد منذ اللحظة الأولى، منذ وقع الخبط على الباب، طرق يفزع باب القلب. ده الأم يعني من أول لحظة الموت. وجلت أسخت السمع ينفخ في الصور، نعيب ينعي إلفي، خبر موت الزوج، ثم بداية رحلة المعاناة والأسى اللي مرت بعدد من التحولات والالتفاتات، من شكوى الزمان والتفجع الشديد لالتفات الخطاب الزوج الراحل، وذكر ما حدث للأبناء الخمسة من معاناة شديدة جدا، وقسوة الأهل وقسوة إخواته عليهم والأعمام وهذه المسائل، ثم هجاء سياسي بذكر سيدنا عمر وعبادة سيدنا عمر. فإذا في مسؤولية سياسية العمدة هنا غايبة عنه. ثم مرحلة المرض، دي تحولات البنية الدرامية اللي في الصوت الأول بشكل واضح. وفي تكرار في الحقيقة، هي بنية سردية حكائية ليس بها أي لبس أو غموض، بنية تفجع مستمرة بتنتهي بالتماهي مع الصوت الثاني أو مع الانتغام في الصوت الثاني بعد ما الجسد يبدأ يسقط والروح يعني تنطلق. أيها السادة، هنا تنتهي هذه الحلقة. حتى لقاء قريب يضمنا معا لكم أرق تحياتي وتحيات عصام سيد من أسرة الهندسة الإذاعية. من المحافل الأدبية. إعداد وتقديم عمرو الشامي.